السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عاوزة تحمي الانتريه بتاعك من الاتربة والاتساخات وفي نفس الوقت تحتفظي بشكله اللي هو عليه. هقولك بقى تعملي ايه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا عندي الانتريه بتاعي فاتح وبحميه بقى باي حاجة قدامي. انا حاطة كده فرش كده عادي، حطيت دي اللي انتوا قدامكم دي الموف دي اكياس خداديات. حطيته كده، غطيت ايدين الكراسي باكياس خداديات. فانا فكرت بقى وقررت ان انا اعمل شكل كده عليه، يعني احافظ عليه بس في نفس الوقت يبقى شكل الانتريه اكنه انا مش حاطه عليه حاجه، واعمل له بياضات زي بتاعه زمان. بصوا عندي القماش ده من باقي القماش اللي انا كنت منجده بيه، فانا فكرت ازاي انا اعمل شكل حلو واعمل بياضات زي بتاعه زمان اللي كنا اجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوها على الكنب والانتريهات، بس كانت بتبقى بياضات تانية كده شكل تاني. انا بقى هدلعها المرة دي مش نفس شكل الانتريه قماش الانتريه، يعني هعمل لك حاجة جميلة جدا. جبت الشريط الستان ده، الشريط ده بيتباع عند اي محل بتاع خردواتي. ده وشين، في وش واحد بيبقى ارخص شوية، ده وشين. جبت حوالي كده من 10 متر، انا كنت واخدة جزء منه برضو كنت عاملة بيه شغل، وهعمله بقى هتشوفوا انا هعمل بيه ايه. انا قصيت كده القماش اللي باقي من قماش الانتريه اللي انا كنت منجده بيه، قصيته وكنت بحطه زي ما انتوا شايفينه كده في العادي، يعني كنت بحطه كده على ايدين الكراسي ان يحافظ لي على ايدين الكراسي. بس انا بقى عاوزه ادلعه شويه عشان العيد، كل سنه وانتوا طيبين، اعمل حاجه جديده. وكنت عامله برضو الكنبه اللي جنبها، عامله برضو بياضه كده جميله بقماش التل. القماش ده كنت عامله بيه فيديو جايباه من سوق التلات، رخيص جدا وقايله كل التفاصيل بالاسعار. ارخص من القماش العادي، يعني القماش اللي هو بتاع المفارش بتاع السفرة والكنب والحاجات دي. اسمه اللي هو القماش الشيفون مش التول، معلش الشيفون. انا بقى هنا بجيب كده ايه الشريطة دي، طريقة سهلة جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة غير ان انت بتجيبي الشريطة وبتعمليها كرانيش كده بس كده، وتلفيها حوالين الاطار كله اللي انت قصيتيه. خدتي المقاس بتاعه بتاع ايدين الكراسي والقعده اللي هي المقعده يعني، وتلفيها على الاحرف بتاعه القماشه. وبعدين الجزء اللي هو بيتحط على الكنبه انا مش بعمل له كرانيش ولا حاجه، انا بعمل من 3 اتجاهات بس، وبيبقى معاكي احلى بياضات هتفرحي بيها للعيد. هتحمي بيها كراسي الانتريه، مش هتتبهدل خالص، وفي نفس الوقت هتحتفظي بشكل الانتريه برضو من نفس القماش بتاع الانتريه او حاجه تبقى قريبه منه. المهم تجيبي حاجه ساده عشان الكسر دي او الشريطه دي تبقى باينه. وانا بقى لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك واشتراك للقناة. وادي بصوا شكل البياضات جميلة جدا ان شاء الله. انا فرشها بس كده عشان تشوفوا شكلها، وهشيلها بعد بقى التنظيف والترويق، هفرشها بقى تاني معاكم ان شاء الله في فيديو تاني. بصوا البياضة دي سهلة جدا. انا كنت جايبة اللي هو القماش التل اللي هو الكشميري ده، انا كنت جايبة مترين للكنبة، والقماش التل ده انا كنت برضو جايبة مترين، خدت منه للكرانيش دي للكنبة، وخدت منه للستارة تحت الحوض، فكفاني عمل لي كرانيش قد ايه. وخدت منه الظهر برضو قصيت. بس الكشمير ده بصوا انا حته واحده، يعني مغطيه بيه الايدين والمقعده، ومش قصاه ولا اي حاجه، هي حته واحده. وادي بصوا بقى قماش الانتريه نفسه مش باين خالص، والكرانيش محلياه، وتحتفظي بالانتريه بتاعك. طبعا بقى انا لسه هنا هبتدي اكويه قبل ما افرشه طبعا لانه عاوز كوي. اما بالنسبه للكنبه ما تقلقيش خالص، اللي بيقعد عليها ماسكه وثابته ما بتتخلعش، لان انا عاملاها على يعني ايه على المقلوب، يعني ان انا عامله الناحيه الخشنه على الكنبه نفسها، فما تقلقيش خالص مش هتتخلع. وانت هتشوفي بنفسك دلوقتي وانا بشيل المفرش والبياضه اللي انا عاملاها على الكنبه. بصوا هي وانا بشيلها هي هتشوفوها دلوقتي ماسكه، اللي بيقعد ما بتتشالش خالص. وانا مزوده الزياده جوه برضو محشوره في قلب الكنبه. انا عاوزه بقى ايه منكم تدعموني لو عجبك الفيديو بلايك واشتراك للقناه، واستنوا بقى الفيديوهات الجايه اللي هعمل فيها روتينات حلوه وتنظيفات، وهعمل بقى مفاجاه للمطبخ جميله جدا هتعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.